هنعمل النهارده كيكة الزبادي وجوز الهند وهي دي الكيكة بتاعت كل يوم، الكيكة القديمة قوي. اللي كانوا يعني اللي كنا تقريبا مش بنعمل غيرها زمان، او امهاتنا اللي كانوا بيعملوها زمان. هي كيكة طرية وهشة ولذيذة قوي، مكوناتها موجودة في البيت عادي، ومش بتشترط على حاجة معينة. لا، مش لازم زبدة، لو مفيش زبدة لا زيت. مفيش زيت، في سمنة. مكوناتها يعني عادية خالص ومتاحة، وممكن يعني نبدلها بأي حاجة. هبدأ أول حاجة بالسكر. هي سكرها هادي، هي الكيكة دي أصلا بتكون سكرها هادي شوية. هي كوباية سكر عليها كوباية سمنة وزيت، زبدة وزيت، أي حاجة، المهم كوباية دهون كوباية سكر. هضربهم بالمضرب اللي بالكهرباء أو باليدوي، يعني عادي، سواء لو مش متاح الكهرباء باليدوي عادي. هفضل اضرب فيهم لحد ما احس شويه ان الزبده والسكر دابوا مع بعض شويه. هضيف لهم 3 بيضات وفانيليا. وافضل بقى في الخطوه دي، هفضل اضرب لحد ما احس ان الخليط يفتح، حتى لو بالمضرب اليدوي هو هيفتح برضه. البيض هيخلي اللون بتاع الخليط يفتح. هفضل اضرب عادي لحد لما حسيت ان هو كل حاجه دابت والخليط يفتح شويه او هش شويه. هضيف له كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي اللي انا هضيفها كوبايه بنفس معيار كوبايه السكر والدقيق. هحط كوبايه الزبادي واضرب بالمضرب، وبعد كده هضيف كوبايه جوز الهند، وبرده هضرب بالمضرب اللي بالكهرباء شويه. بعد كده انا هكون نخله كوبايتين دقيق مليانين بنفس معيار الكوبايه، برضو هحط منهم شويه واضرب بالمضرب اللي بالكهرباء. وبعد كده بقى هركن الكهرباء خالص، وهجيب معلقه عاديه وهحط باقي الدقيق. وهحط كيس البيكنج باودر او الكيك شيف، وهقلب بقى بالمعلقه اليدويه عادي، لحد ما الخليط يعني لحد ما الدقيق بس يتدرى. هو هيتكون خليط شويه بيكون يعني تخين. انا عشان مش جايبه صينيه، عشان عاملاها في طاجن، حطيت ورق زبده تحت، خفت الكيكه تلزق في الطاجن. وبعد كده فردت الكيكه فيها، ومسخنه الفرن من اول ما بدات اعمل الكيك خالص، في الاول على درجه 180 درجه حراره 180. الكيكه دخلت ساعه الا ربع، لان هي الكيكه مقدارها كبير شويه. هسحب منها ورقه الزبده بالراحه، وهي طالعه طبعا حلوه قوي وريحتها جميله وطريه وهشه وطبعا انا قطعتها كالعاده وهي سخنه. هحط الاول فوقيها حبه جوز هند عشان تبقى باينه انها كيكه جوز هند. وبعد كده كالعاده هقطعها وهي سخنه بالراحه طبعا عشان ما تتقطعش. يعني المفروض ان احنا نستنى عليها لما تهدى خالص، انما هي حالا لسه خارجه من الفرن. شايفينها هشه ازاي وطريه قوي، طريه يعني طريه جدا جدا، وطعمها حلو قوي قوي. وسكرها هادي خالص للناس اللي مش بتحب السكر الهادي. ولو حسيت ان هي سكرها قليل، ممكن نزود سكر عن كده. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.